فيلمنا النهارده بيحكي عن ديك بيحاول يرجع بالزمن عشان ينقذ نفسه وجنسه من تناول البشر ليهم. فيلمنا بيبدأ مع ريج اللي بيحذر صحابه من كورن صاحب المزرعة، وبيقول لهم ان كورن بياكلهم عشان يسمنهم ويذبحهم، لكنهم مش بيعطوا ليه اي اهتمام. وبنشوف ريج وهو بيقول لنا عالم الديوك مليان ديوك اغبياء. بعدها بنشوف كورن صاحب المزرعة وهو بياخد واحد من الديوك عشان يذبحه، بس باقي الديوك بيكونوا مبسوطين جدا لان صديقهم هيدخل الجنة. ريجي بيخاطبنا وبيقول لنا انه حاسس نفسه غريب في وسط الديوك، وان هم مش بيهتموا ليه بسبب لونه المختلف عنهم. بيروح ريجي عشان يشوف مكان ينام فيه، فبيدخل الديك الكبير ده وبيقول للقطيع ان ريجي كان كلامه صح، وان البشر بيسمينوهم عشان ياكلوهم، وبيحكي لهم عن المؤتمر اللي البشر عاملينه بره. بس هم بيتضايقوا وبيقرروا يكافئوا ريجي على معلوماته، فبيضحوا بيه وبيطردوه بره المزرعه. بتشوفوا البنت دي واللي اسمها ليان وبتاخده معاها للمؤتمر، والمؤتمر بيكون عامله رئيس امريكا عشان يختاروا ديك رومي ويعفوا عنه. بتدخل عليه ليان وبتترجاه يعفو عن الديك اللي معاها، مش بيوافق، بس بعد تفكير بيوافق. وبنعرف ان ليان دي تبقى بنت الرئيس. بيركبوا العربيه وريجي بيقول لنا ان قصه حياته بدات من هنا. بيروح للبيت وبيتفرج على الطفل اليخاندرو اللي اتطرد من القريه بتاعته، لكنه لما كبر اثبت نفسه، وبيكون ريجي واخده قدوه ليه. وبعدها بيشوف اعلان عن بيتزا فبيطلبها وبيفضل يطفح، وبيكون واخد اليخاندرو قدوه ليه عشان حياته شبيهه ليه، وبيكون عايز يثبت نفسه قدام باقي الديوك عشان يندموا على طردهم ليه. وبالليل اثناء ما كان ريجي بيتفرج على التلفزيون ظهر ديك رومي كبير قدامه وخطفه لحد ما وصل للغابه، وبدا يعرفه بنفسه. قال له ان اسمه جايك وانه من جبهه تحرير الديوك الروميه وعايزينه في مهمه سريه. ريجي اول ما بيسمع ده بيحاول يهرب وبيفضل يولول زي النسوان، بس جايك بيقول له انه ظهر ليه ديك على قوس قزح وقال له على مهمه بس مش هيحكيها ليه الا في المقر. ولما بيروحوا لسور المقر جايك بيوري له المقبض اللي اخده من الديك اللي على قوس قزح، وبيكون مختار ريجي بالاسم عشان يقوم بالمهمه دي، وهي انه هيرجع بالزمن للوقت اللي بدأ فيه الناس اكل الديوك عشان يمنعوهم من ده. بيدخلوا المقر لكن جايك بيتصدم لما بيلاقيها اوضه فاضيه، وبيقول لريجي ان في حاجه غلط. واثناء ما كان ريجي بيتفقد المكان بيرمي الفرشه دي بالغلط، فبيتخبط في الخشبه دي وبتتحول الغرفه الاسانسير لحد ما بيفتح وبيدخلوا المقر. هناك ريجي بيحاول يهرب لكنه مش بيعرف، فبيرجع تاني لجايك. بيدخلوا هنا وبيلاقوا الخريطه دي. ريجي بيفهم فين مكان آلة الزمن لكنه بيكذب على جايك وبيروح مكان تاني عشان مش بيكون عايز يكمل المهمه. في الوقت ده بيكون الرئيس مع اللواء سجان عشان يشوفوا آلة الزمن اللي عاملينها من فتره واللي بيجربوها على الراجل ده. بنرجع لريجي واللي بيشوف الجنود دول فبيروح ليهم عشان يخرجوه من المكان ده، لكنهم بيقرروا يحرقوه. بس الحمد لله جايك بينقذه في اللحظات الاخيره. بيمشوا مع بعض لحد ما بيشوفوا الحراس وبيقرروا ان هم يشغلوهم، بس الخطه بتفشل والحراس بترجع تطاردهم تاني. بنروح للرئيس والناس اللي معاه، بس بنعرف ان هم مش هينفع يوقفوا آلة الزمن الا لما تنتهي عمليه النقل. بيكون ريجي وجايك بيهربوا من الجنود لحد ما بتتفتح قدامهم بوابه الزمن، فبيقرروا يدخلوا فيها عشان ما يتفشخوش. ولما بيدخلوا الراجل اللي كان مكلف بمهمه السفر عبر الزمن بيطلع بعد ما جاله امر بكده، وده بسبب الديكين اللي دخلوا. الجاذبيه بتروح والحاجه بتطير لحد ما البوابه بتتقفل وكل حاجه بترجع لطبيعتها. بيروح الديكين لمكان في الفضاء وهناك بيتكلموا مع الكمبيوتر ستيف، واللي بينقلهم لمستعمره بالموث، اول مستعمره بداوا فيها اكل الديك الرومي. بينزلوا من المركبه والكمبيوتر بيفعل وضع الحمايه وبيختفي لحد رجوعهم. بيتمشوا لحد ما بيتضرب عليهم نار. الكلاب دي بتجري وراهم وبيكون معاهم الصياد بتاعهم. الكلاب بيحاصروا ريجي وبيكون الصياد هيخلص عليه، بس الديوك دي بتنقذه والحمد لله. بيكون على راسهم الديك الكبير فيورلي، بيقول لهم يجروا وراه بسرعه قبل ما الصيادين يمسكوهم. وفعلا بيجروا، بيكون ريجي بيجري مع حته القشطه جيني واللي بتكون من القطيع. الصيادين بيشوفوهم فبيضربوا عليهم نار. بيحاولوا يهربوا لحد ما بينجحوا بيوصلوا للقطيع. بيشوفهم الصياد ده وبيحلف طلاق 3 ان هو يجيبهم، لكنهم بيستخبوا والحمد لله بتعدي. بيروحوا للمخبأ السري ده وفيورلي بيقول لهم ان هم لازم يرجعوا. جايك بيرفض عشان زمايلهم اللي اتمسكوا، وبيتحدى فيورلي وبيبداوا طحن في بعض لحد ما بتيجي حته القشطه جيني وبتفصل ما بينهم وبتقول لهم يمشوا وراها. في الوقت ده بيكون في قرويين بيعترضوا على حاكمهم بلاتفورد اللي بياكل وبينتخ وسايبهم جعانين، وبيحكي لهم على الحفله اللي هيعملها ويقدم لهم فيها جميع الاكلات الفخامه، لكنهم بيصبروا عليه 3 ايام. بيدخل عليهم في الوقت ده الصياد مايلد عشان يقدم للقرويين الديكين اللي اصطادهم، بس القرويين بيتريقوا عليه لان حجمهم صغير، وبتكون دي اول مره ياكلوا فيها ديك رومي. بنروح لفيولي واللي بيدخل القطيع المكان بتاعهم، وبيكون هو وجايك مش متفقين تماما. ولما
بينزل ريجي للمقر بيلاقي كل الديوك متعاونين، وبيقول لجيني ان التعاون ده مش هيبقى موجود في المستقبل. بيكون جايك بينادي القطيع وبيقول لهم انه جاي من المستقبل عشان يغيروه ما يبقوش طعام للبشر في قائمة عيد الشكر، بس بيقطع برود بيك رئيس القطيع وبيقول له ان هو المفروض يتكلم وبس. بعدها المستشار ريدر بيك بيروح لجايك وبيفضل يعمل حاجات غريبة كده لحد ما بيتأكد فعلا ان جايك قطع مسافة كبيرة عشان يجيلهم. بعدها برود بيك بياخدهم وبيوريهم المكان لحد ما بيوصلوا للحضانة اللي فيها القطيع، وبيقول لهم ان هم بيهتموا بالاطفال عشان هم شباب المستقبل، وبيقول لهم ان هم مش عدوانيين وانهم بس بيحاربوا عشان يدافعوا عن نفسهم. جايك بيقول له انه كان غلطان وانه لازم يعيد حساباته وبيفضل يلعب مع اطفال القطيع. في الوقت ده الصيادين بيكونوا بيتكلموا عن قطيع الديوك اللي هرب منهم لحد ما بيدخل عليهم مايلد وبيقول لهم ان القطيع هرب منهم عشان يحرسوا المكان بتاعهم، وبيقرروا ان هم يطلعوا بكره عشان يدوروا على مكان القطيع. بنرجع لبرود بيك ومستشاره اللي بيكونوا بيكلفوا كل واحد من القطيع بمهمه، وبيكلفوا جيني وريجي بانهم يامنوا القطيع ويدمروا فخاخ البشر. بيطلعوا على الغابه وجيني بتقول لريجي يبص عليها وهي بتدمر الفخاخ، بس ريجي بيقع بالغلط وبيدمر كل الفخاخ وده بيخلي جيني تعجب بيه فشخ. بنروح لجايك وفيورلي وهم بيفضلوا يعلوا على بعض عشان مهمة التأمين اللي اتكلفوا بيها، وفجأة جايك بيعامل فيورلي كويس وبيقرروا يتحدوا. في الوقت ده ريجي وجيني بيكونوا بيتمشوا وجيني بتنقذ ريجي من الفخ اللي كان هيصطاده، وفجأة الكلاب بتجري وراهم لحد ما بيوصلوا للمركب وبيطلب ريجي من ستيف ان هو يفتح. بيجي مايلد لكنه مش بيلاقي حاجة فبيطلع البارود اللي معاه لحد ما المركب بتظهر، فبيقول ريجي لستيف يطير بسرعة وفعلا بيطير، وبيكون مايلد متعجب جدا وبيقول ان اللي بيشوفه ده سحر. بيطلعوا ريجي وجيني للفضاء وهناك جيني بتخاف لما بتشوف الكرة الأرضية وبتسأل ريجي هما فين، فبيبدأ ريجي يشرح لها وبتصدق فعلا ان هو جاي من المستقبل. ولما بينزلوا ستيف الكمبيوتر بيقول لريجي ان شحنه اكتمل وانه ممكن يرجعه لوطنه لو عايز، بس ريجي بيقول له يخليها بعدين عشان هيساعد جيني. في الوقت ده بيكون جايك وفيورلي بيراقبوا بلاتفورد وهو بيجهز للحفلة بتاعته، وجايك بيقرر انه يدمر الحفلة قبل ما تبدأ ويجيب عليها وطيها وفوقيها تحتيها. بنروح لجيني وريجي وهم راجعين للقطيع بتاعهم. ريجي بيعرض عليها انها تيجي معاه للزمن بتاعه عشان يعيشوا مع بعض في الحلال، بس هي بترفض وبتقول له انها لازم تبقى مع القطيع عشان الصيادين المجرمين. فبيقول لها تتخيل المكان من غير صيادين، فبتتخيله وبتفرح قوي لكنها لما بتلف بتلاقي ريجي اختفى، وبيكون جايك اخده عشان يروحوا للقريه ويدكروا الحفله، لكن ريجي بيقول له ان هم غلطانين عشان جم للقريه وبيقول له ان مفيش ديك عظيم وان كل اللي بيقوله ده خرافه، فبيتضايق منه جايك وبيحكي له عن نشأته. بنرجع بالزمن لما كان جايك في مزرعه تسمين للديوك لحد ما جه يوم امه قالت له فيه يهرب وياخد البيض ده معاه ويعمل قطيع خاص بيه، وفعلا بيهرب بس الحراس بيشوفوه فبيهرب لوحده ومش بيقدر ياخد البيض معاه. وفي وقتها ظهر ليه الديك العظيم وعطاه مقبض الباب اللي لحد دلوقتي ما عرفش فايدته ايه وكلفه بالمهمه دي. ريجي بيتاثر بقصه جايك وبيقرر يساعده ويكمل معاه وفي نفس الوقت يحقق حلم جيني ويعيشهم في امان. بيبداوا الرحله وريجي بيقول لجايك ان عنده خطه، والخطه بتكون ان يطلعوا على الشجره دي وجايك يرمي ريجي للقريه، وفعلا ريجي بيوصل بس الكلاب دول بيفضلوا يجروا وراه. وقتها بيهرب وبيطلع الليزر اللي معاه اللي كان واخده من بيت ليان، بيشتت بيه الكلاب لحد ما بيحبسهم في الغرفه دي. بيدخل لغرفه البارود عشان يوصل السلك اللي هيفجر بيه المكان. جايك بيروح عشان يوصل طرف السلك التاني، وهناك بيقرر يسرق البوق بتاع مايلد اللي بيكون حاضنه عشان يثبت للقطيع ان هو دخل حصن القريه ودمرها. وبعد شويه بيطلعوا من القريه قبل ما بتنفجر، لكن البوق اللي معاهم بيتفتح وبينزل بارود من غير ما ياخدوا بالهم. فبيقول له ريجي ان هم دمروا مخزن الاسلحه بتاع القرويين، فبيقول له فيوري وايه دليلك على ده؟ فبيوري لهم البوق والناس بتفضل تحييه على اللي عمله. وبنروح لمايلد وهو بيتكلم مع بلاتفورد بخصوص الانفجار اللي حصل، وبالصدفه بيشوف البارود فبيولع فيه عشان يوصل لمكان القطيع. في الوقت ده بيكون ريجي بيقنع جيني انها تسافر معاه للمستقبل، فبيشوف الحريق اللي في البارود وبيعرف ان الصيادين عرفوا مكانهم، فبيروح لجايك وبيفضل يلومه على اللي عمله، فبيخلع على طول وبيقول لهم برود بيك ينقذوا خطه الافناء. بيخرجوا من مكان تاني لكن الصيادين بيمسكوا منهم كتير فبيضطروا ان هم يرجعوا من نفس المكان. مايلد بيبعت وراهم الكلاب وبيولع في المكان عشان يطلعوا. بيكون ريجي واللي معاه بيهربوا بس جيني بترجع عشان تنقذ الاطفال. ريجي بيرجع معاه وبيمشوا لحد ما بيوصلوا لطريق مسدود، وفجأة بيظهر جايك ومعاه الاطفال فبيروحوا لباقي القطيع وكلهم بيهربوا من الكلاب اللي وراهم. وبروب بيك بيلاقي المكان بيقع فبيسنده بعضلات كتافه، وللاسف بيقرر يضحي بنفسه عشان القطيع والمكان بينفجر. بنشوفهم هما بيعملوا المراسم عشان يختاروا ملك جديد. بيفتحوا الصندوق ده وبيلاقوا فيه نص صدفة ومفروض ان اللي معاه النص التاني يبقى الملك. تتوقع مين يا عزيزي المشاهد؟ جيني
انا عارف انك اتصدمت. المهم جيني بتبدأ تكلمهم عن تضحيات بروب بيك اللي عملها عشانهم، وبيقرروا ان هم يهدموا الحصن ويرجعوا عائلتهم اللي اتاخدت. بنروح لريجي واللي بيكون راجع للمستقبل. جايك بيندق عليه وبيقول له انه مش هينفع يمشي ويسيب القطيع في الوضع ده، لكن ريجي بيقول له كفايه كده وبيركب المركبه وبيمشي. بيرجع للمستقبل وهناك بيشوف منه نسخه تانية، فبيقفل الباب من كتر خوفه، وبيكون في نسخه تالتة وده بسبب رجوع ريجي للمستقبل، وعشان كده النسختين اللي منه بينصحوه للرجوع تاني بالزمن. بيوريهم المقبض اللي معاه وبيقول لهم انه لازم يلاقي الديك العظيم. ستيف بيقول له ان هو اصلا الديك العظيم، فبيتصدم وبيقرر يرجع لجيني واللي معاه عشان يساعدهم. بيرجع لجايك لكن فيولي بيتضايق منه، بس لما الاطفال بيدافعوا عنه بيسيبه يرجع. في الوقت ده ريجي بيفتكر تاني مره قابل فيها الديك العظيم واللي بيكون هو اصلا ريجي. بيروح معاهم للحصن، ولما جيني بتعطيهم الاشاره بيفضلوا يرموا عليهم فاكهه متولعه، وساعتها مايلد بيطلب من الصيادين يضربوا عليهم بالمدافع، لكن بتظهر دوامه في السماء وبتسحب كل طلقات المدافع. مايلد بيحاول يضربهم لكنه بيتسحب هو ورجالته وبيفكوا الناس من شرهم. بتنزل المركبه وبيكون فيها ريجي ومعاه بيتزا، بيبدا يوزع على القرويين اللي بيعجبهم جدا طعمها، وبكده يكون ريجي انقذ جنسه من ذبحهم واكلهم في المستقبل، وقدر يستبدل تناول الديوك بتناول البيتزا، وكده بينتهي الفيلم.